شايف الصورة اللي في التطبيق دي؟ تعال أعرفك ازاي تعملها في فلاتر خطوة بخطوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد من قناة فكساح الله، والنهاردة هنعرف ازاي نضيف صورة في فلاتر. أول حاجة نعمل دايركتوري اللي هو الفولدر اللي هنحط فيه الصورة. تمام، نروح فوق على الشمال عند اللي هو يوزر بروفايل اب، كده نعمل رايت كليك، كده نعمل نيو، كده نعمل ايه دايركتوري جديد. تمام، ونسميه اسيتس. نتأكد ان هو يكون موجود بره كده مش جوه الفايلات عشان ما يعلقش. بعد كده جوه الاسيتس نعمل دايركتوري تاني نسميه ايمج. بعدين بقى نضيف الصورة في الفولدر اللي احنا عاملينه اللي هو ايمجز، واهم حاجة اتأكد ان الصورة تكون يا بينج يا اما تكون جي بي جي. يعني بص الصورة اللي عندي ايه، بص مكتوب فوق دوت بينج اهي. نعملها كوبي، نعملها بس هنا في الفولدر اللي احنا عاملينه. تمام، نعمل اوك. بص نزلت، ولما هتدوس عليها برضه تشوف هي شغالة ولا لا. تمام، وهي دوت بينج زي الفل. بعدين بقى نروح لأهم حاجة اللي هو البابز بيك دوت يامل. تمام، ننزل لحد ما نلاقي كلمة اسيتس فلاتر واسيتس اهي، اسيتس اهي. دي بقى الحتة اللي هنضيف فيها الصورة، وده أهم حاجة. نشيل بقى، شايف علامة الشباك دي، ده كومنت يعني كأنه لسه مش قارئها، فاحنا عايزين نشيله. وتعمل كنترول حرف الظهر اللي هو فورورد سلاش عشان نشيلها. بص كده شالها. أو ممكن بقى تشيل عادي بالطريقة العادية اللي انت ممكن ايه تمسحها عادي جدا اهو. واهم حاجه بقى هنا المسافات مهمه جدا جدا جدا. انت عندك مثلا هنا هو عامل ايرور ليه؟ لان ده هنا الفلاتر دي بيرنت واساس دي شايلد. المسافه بين الشايلد من الشمال لليمين لازم يكون ايه شرطتين. بصوا هنا عامل 4 شروط تقريبا، فاحنا نشيل بقى دي اهو. بص 1 2 بقت 2 كده مظبوطه، الايرور اتشال. نفس الكلام من هنا، شايف من الشرطه دي، من الشرطه اللي هنا دي للشمال تبقى 4 شروط، يعني يكون حرف الاس تحت الشرط على طول. 1 2 3 4. نفس الكلام هنا برضه اهو. بص تكون تحت حرف الاس التاني ده على طول، وتكون 1 2 3 4. ما عملتش كده هتلاقيها هيضرب معاك ومش هيحمل اي حاجه، فلازم تتاكد من الحوار ده. مش عايزين احنا دي، عايزين اللي هنا. شيل ده برضه مش عايزينه. نحط بقى اسم الفولدر بتاعنا اللي هو assets. بعدين نعمل فورورد سلاش اللي عند حرف الظا. بعد كده نعمل ايمجز. تمام، بعد كده نعمل فورورد سلاش. ممكن تكتب اسم الصوره اللي انت عامله هنا، يا اما تعمل فورورد سلاش كده كده ده بيبقى كفايه. يعني ان هو كده ايه هيشوف كل الصور اللي هنا. انت بس لو حاطط اكتر من صوره وحطيت فورورد سلاش ايمجز، بدل بقى ما تضيف اسم كل صوره، انت خلاص كده هيقرا كل اللي جوه الايمجز دي. بعد كده تعمل باب جيت، ده اهم حاجه، تعمل باب جيت اللي فوق هنا. حلو بقى، نكتب مثلا الاسم اللي هنا ده براحتك، عايز تكتبها مش عايز خلاص. كده كده الفورورد سلاش دي قلنا هنجيب كل حاجه. ندوس هنا. بص هو الاسم رخم، فاحنا ايه نخش على الفولدر هنا. بعد تخش الفايل اللي انت عملت منه الاسيتس اهو، اللي هو يوزر بروفايل اب نفسه اللي بتاع الاندرويد ستوديو اللي انت نازل منه كل حاجه. تخش على الاسيتس. تمام، تخش على الايمجز اهو. تعال نغير اسمها مثلا، نخليه ايه فيكس مثلا. تعال نرجع تاني لاندرويد ستوديو. بص اسمها اتغير هنا اهو. تكتب هنا بقى ايه فيكس دوت بينج. بس انا مش هكتبها، مش مستاهله يعني، مش محتاجينها. كده كده احنا عاملينها ايه، هنكتبها قدام. تعالوا بقى نطبق الكلام ده بقى على الابلكيشن بتاعنا. هنستخدمها هنعمل صوره بنستخدم سلك الافاتار. تمام، عندنا اول حاجه ان البادي ده هنشيله. تمام، بعد كده هنشتغل بقى من فوق لتحت، من بعد الابار اللي هو البادي ده كله. انت الحد كلها تحت بعض، يبقى هنستخدم ايه كولوم. انت هتشيل الحد كلها تحت بعض. يعني نبدا باول حاجه ان احنا هنستخدم كولوم. كان نعمل كنترول الت سبيس، نجيب تشيلدرن. تمام، طب انت عندك دلوقتي انت الحاجات ايه فوق لتحت، حلو. وعندك السيركل افاتار والتكست ده هيبقوا ايه محطوطين جنب بعض، يبقى ده هنستخدم ايه رو. حلو الكلام، يبقى نعمل هنا ايه رو. وخلي دايما في بالك ان انت مش دايما مش هتحط على طول مثلا الصوره وبتاع، لا فكر دايما من بره لجوه. انت هتعمل ايه في الاول؟ عندك كولوم شايل الحاجات بالترتيب من فوق لتحت، وبعد كده تخش بقى عند ناحيه الصوره. ناحيه الصوره جنبيها مثلا تكست، جنبيها كذا حاجه، يبقى انت هتحط حاجه من بعض، يبقى ساعتها نعمل ايه رو. يلا بينا بقى ايه نعمل سيركل افاتار. نعمل كنترول الت سبيس، نكتب سيركل افاتار اهي. او ايه قلنا دايما اي حاجه عايزين نعرفها نديها لون عشان نشوف الدنيا عامله ازاي. نديها colors دوت مثلا، نديها لون ايه مثلا بلو اهو. نعمل كنترول اس اهي، شفت اديها بانت اهي. تعال نكبر الحجم بتاعها اهو، الراديوس بتاعها نخليه مثلا ايه
نخليه مثلا 50. نعمل كنترول اس، بقت باينة اوي. يلا بينا بقى في الصورة نعمل كنترول الت سبيس ونشوف ايه الاوبشن اللي جوه سلك الافاتار. هنلاقي عندنا اوبشن اللي هو باك جراوند ايمج. تمام، هو عايز ايه؟ ايمج بروفايدر. ندوس عليها، عايز ايمج بروفايدر. يبقى لو كان استخدم ايه؟ اسيت ايمج. تمام، نكتب هنا اسيت ايمج. حلو، بس هو بيقول لك هنا بحط الاسيت نيم نفس اللي عملناه هناك، بس فرق انت تعمل هنا الشرطه اللي هي زي الكتابه اللي بتعملها في التكست. نكتب بقى اسيتس نفس اللي كتبناه هناك برضو، فورورد سلاش، بعد كده ايمجز، بعد كده نكتب اسم الصوره اللي هو موجوده هنا اللي هو فيكس. تمام، اف اي اكس، بعدين دوت. بص لو عملت كده مش هيشتغل لان هو البي ان جي هنا كابيتال، احنا نعملها سمول. يعني بص هنعمل كنترول اس هيجي لك ايرور، مش هتشتغل اصلا ولا يظهر اي حاجه. بص بقى لما نخليها كابيتال عشان الحروف بتفرق جدا هنا، نعمل كنترول اس، الصوره ظهرت وزي الفل اهي. تعال نكبر مثلا الريديوس بتاعها شويه، مثلا نخليه ايه 75. اهم حاجه هنا انك تركز قوي في حوار الحروف، وان الباوس بيج دوت يامل يكون مظبوط. دي اهم حاجه، غير كده هتحصل ديليات. فركز في الحاجات اللي انا قلتها كلها بالظبط عشان ما يعلقش معاك، وتركز ان هي تكون بي ان جي ولا جي بي جي عشان هتفرق برضه، لان هي مش تبقى نفس الكلام. ممكن تنزل معاك انت تبقى البي ان جي اصلا تلاقيها مش كابيتال، فعلى حسب انت نازله معاك ايه اعمل لها كوبي بيست على طول. تعالوا بقى نشوف هي نفس الشكل اللي احنا عاملينه. بص الشكل اللي عندنا احنا، بص في فرق هنا في مسافات من فوق ومن الشمال، في نفس الكلام كلهم في فرق المسافات. فعايزين نعمل بقى المسافة دي، نعمل هنا من كولوم من بره، كولوم من هنا اهو، نطلع هنا عند الكولوم ونحط جوه ايه بادنج. بادنج ده بيعمل مسافات، يعمل مسافة من بره رايبوز بادنج. تمام، طب احنا مثلا ده هيعمل دوت اول، دي ايجنسل دوت اول هيعمل بادنج من فوق ومن تحت ومن يمين ومن الشمال للشكل كله. يعني بص لو عملنا كنترول اس هيعمل لكله بادنج. احنا مش عايزين بقى كله، احنا عايزين سيمتريك. سيمتريك دي يعني ايه؟ هيعمل من بالعرض وبالطول، يعني من فوق وتحت ومن يمين والشمال يكونوا زي بعض. فاحنا عايزين نعمل بادنج من مثلا هوريزونتال يكون مثلا 16. تمام، بص دلوقتي هو مش عامل بادنج من فوق عشان احنا عملناش فيرتيكال، احنا عاملين هوريزونتال يعني من العرض. تعالى نعمل بقى فيرتيكال بالطول، نخليه كام؟ نخليه مثلا 12. بص هيعمل مسافة من فوق. تعالى نشوف هل هو زيه بالظبط. اهو كده يعتبر ايه؟ يعتبر زيه بالظبط. وبكده احنا النهارده عرفنا ازاي نضيف صورة، وعرفنا برضو ازاي نستخدم سلك الافاتار ونستخدم ايمج، وازاي برضو تستخدم البابز بيج دوت يامل والمسافة. ده الكود اهو، اهم حاجة تركز على المسافات تكون معمولة ازاي اهي. نشوف من هنا مسافة شرطتين ومن هنا بنسيب 4 شروط. تمام، براحتك عايز تحط اسم الصورة هنا برضو براحتك، بس الافضل يعني تخليها فورورد سلاش كده تجيب اي صورة موجودة جواه. وما تنساش تعمل باب جيت. وهنا اهو، وعرفنا برضو البادنج، ان البادنج بنستخدمه ان احنا لو عايزين نعمل مسافة من بره. يعني مثلا احنا عملنا مسافة في سيمتريك وفي اول، احنا عرفنا السيمتريك اهو ده بتعمل مسافة بالعرض هوريزونتال 16، وفيرتيكال بالطول بتبقى ب 12 من فوق لتحت، وهوريزونتال يمين شمال. بس ده كده يعتبر كل اللي خدناه النهارده. ان شاء الله المرة الجاية نشرح التكست اللي هو جنب الصورة بإذن الله.